السلام عليكم. جدل واحداث كتيره حصلت في مباراه الاهلي وبيراميدز، اشهرها كانت واقعه الشيبي والشحات ورد فعل جماهير الاهلي وواقعه مروان حمدي، والاثنين بيندرجوا تحت عنوان حلقتنا النهارده. عنوان حلقتنا النهارده وهو انه ليه نشتم الاهل وخصوصا الام، وهي مجرد في النهايه لعبه كره قدم بنحضرها وبنتفرج عليها عشان في الاول وفي الاخر نستمتع. رساله مهمه جدا لجماهير الاهلي، رساله مهمه جدا لمروان حمدي. يا ريت عشان تشوف الفيديو كامل هتلاقي اللينك فوق عندك في البوست او تحت في الكومنتات لو انت بتتفرج من الفيسبوك، ولو انت من اليوتيوب هتلاقي الفيديو موجود عندك على القناه تحت. يلا بينا نبدا موضوع حلقتنا النهارده. اول حاجه معانا وهي واقعه الشيبي والشحات. زي ما انتم عارفين اثناء المباراه كان في تدخل، يبان ان هو في الاول كان يبان ان هو تدخل عادي جدا، لكن للاسف الشيبي دخل في رجل حسين الشحات بمنتهى العنف، بمنتهى الاذى، بمنتهى العدوانيه، دخل في رجل حسين الشحات. فحاجه زي دي كان ممكن تجيب له قدر الله صليبي، كان ممكن تنهي مسيرته في الملاعب. الشيبي دخل في رجل حسين الشحات، حسين الشحات مسك نفسه وما اتكلمش وما اتنفسش. حصل جدل في الملعب كتير، اللعيبه كلها اتدخلت من الاهلي وبيراميدز. لعيبه بيراميدز كانت بتلوم حسين الشحات ان هو ليه واقع على الارض، كانت بتحاول تعنف حسين الشحات، كانت بتحاول تخرجه فوق شعوره، لكن حسين الشحات بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل لعيبه وخبره لعيبه الاهلي زي عبد المنعم، زي ربيعه، زي رضا سليم اللي عمل مجهود كبير جدا، وسام ابو علي برضه، وسام ابو علي اللي وقع على الارض ومنع وخلاص حجز حسين الشحات عشان يمنع لعيبه بيراميدز ان هي تيجي وتحتك بيه، عشان مش عايزينه يخرج بره الجيم. الهدف من كل ده مش عايزين الشحات يخرج بره الجيم، لان في الاول وفي الاخر كان في مشاكل ما بين الاثنين لعيبه. الشيبي في النهايه خد طرد وقعد يعمل حركات بقى في الملعب، وقعد يستفز جمهور الاهلي، وده اللي هنتكلم عنه بعد شويه. واستفز جمهور الاهلي وده الغلط اللي هنتكلم عنه. بس مش دي قصتنا خالص، احنا قصتنا مش ما بنحكيش على قصه الشيبي وما بنحكيش على اللي عمله الشيبي مع الشحات، بس كان لازم نحكي اللي حصل بالظبط ما بين الشيبي والشحات. لكن في الاول وفي الاخر مش دي القصه بتاعتنا خالص. القصه هنا كلها وهي دي الحته اللي هنتكلم عليها، ليه نرد الغلط بغلط. احنا كجمهور شايفين لاعب قدامنا مؤذي، شايفين لاعب من اول مباراه بيحاول انه يعمل مشكله في الثانيه والثالثه. ليه احنا كجماهير او ليه احنا كبني ادمين، قصتنا مش قصه جماهير والله خالص، قصتنا كبني ادمين. ليه نرد الغلط بغلط؟ ليه نرد الغلط اللي هو عمله في الملعب ان احنا نشتم والدته؟ ايه ذنب والدته؟ ايه ذنب اهله؟ ايه ذنب والدته بالذات والدته؟ لان الشتيمه كانت موجهه للام. ليه والدته في الاول وفي الاخر بني ادمه، وهي كأم يعني حقها عليه وحقها على اي حد ان هو ما حدش يجيب سيرتها، ولا بالطيب ولا بالوحش. انت اللاعب اللي قدامك هو اللي عمل الغلط. اولا انك تسبه اصلا او تشتمه دي حاجه غلط، دي حاجه مفروغ منها، دي حاجه غلط، وده انت هتاخد ذنب على الفاضي. لكن انت تدخل امه في الموضوع، انا مش شايف بصراحه ان جمهور الاهلي يتصرف بعقلانيه. فليه ذنب؟ ليه ناخد ذنب امه؟ ليه كل واحد يشتم في الملعب ياخد ذنب امه؟ انا شايف بصراحه ان قصتنا في الاول وفي الاخر هو موضوع شتم الام، واللي بقت عاده سهله قوي من جماهير الاهلي او من اي جماهير عموما. ليه احنا كجماهير قصتنا ودلوقتي قضيتنا؟ ليه كجماهير فرقه بتواجه فرقه ليه نشتم اللعيبه؟ ليه نشتم بعض؟ ليه ندخل الام في الموضوع وهي مجرد لعبه كره قدم؟ اقليه من عقليه او اقليه من جمهور الاهلي للاسف عقليته بسبب ناس صغيره قد كده ممكن تضيع الاهلي، ممكن تضيع السوشيال ميديا الاهلي، ممكن تضيع لعيبه الاهلي. يعني في الاول وفي الاخر لما الجمهور يشتم ام لاعب زي الشيبي، جمهور الفرق الثانيه هتوجه اللوم في الاول وفي الاخر على الشحات، مع ان هو ملوش ذنب. الشحات بيتلام في الموضوع، بيتلام ليه؟ لان هو وقع، لان هو عمل الضجه دي، لان هم بيبتدوا يفتحوا قصص قديمه. فانت ليه انت كواحد بتحب الاهلي، عقليتك للاسف في عقليه كبيره جدا من السوشيال ميديا الاهلي، وخصوصا السوشيال ميديا الاهلي كجماهير الاهلي عقليتها بتضيع النادي وبتعمل فتنه وبتعمل مشاكل كبيره جدا جوه النادي وبره النادي. رساله لكل جماهير الاهلي، رساله لكل واحد عنده كل جماهير مصر عامه يعني، لكل جماهير مصر وبالذات الاهلي. بس عشان احنا بنحكي على قصه الاهلي، لاي حد عنده ذره حب النادي ده، اوعى حبك الزياده ينسيك الصح من الغلط. اوعى حبك الزياده يدمر جمهورك. انت اكبر جمهور في الوطن العربي، انت حماة الاهلي، احنا حماة الاهلي، احنا حماة عارين الاهلي. بلاش حبنا الزياده للعيبه، بلاش حبنا الزياده للنادي ينسينا ديننا، ينسينا الصح من الغلط. بلاش ندخل الاهلي في الموضوع، بلاش نسب ونشتم الاهالي، بلاش ندخل اي حد، بلاش نشتم اللعيبه باهلهم، بلاش الخوض في الاعراض، عشان خاطر لما نيجي نطالب بعوده الجماهير نطالبها واحنا راسنا مرفوعه، نطالبها واحنا عندنا ثقه في نفسنا، عشان خاطر اي جمهور مش شرط الاهلي، اي فرقه في الدنيا، اي فرقه بتلعب كوره ليها حق
ان جمهورها ينور ويشرف في مدرجاتها ويشرف الملعب. تاني موضوع معانا النهارده وهي واقعة مروان حمدي قدام جماهير النادي الاهلي. بعد المباراة شفنا مروان حمدي في فيديو مسرب وهو واقف جنبه رئيس نادي بيراميدز. مروان حمدي بيشتم جماهير النادي الاهلي نصا شتيمة صريحة 3 مرات، مرة بصوت واطي ومرتين بصوت عالي، وشتيمة صريحة صرف يعني. وكمان بيجهر بالمعصية، فدي ذنب اكبر بكتير. طيب انت دلوقتي مروان، يعني انت دلوقتي اولا انت دخلت نفسك في موضوع مش موضوعك، الجماهير ما جابتش سيرتك بشيء، انت لاعب اصلا يعني ما حدش يسمع عنك ولا حد يعرفك، ولا انت اصلا عملت مشكله قبل كده ايا كان انت عملت مشكله في جماهير الاهلي ولا لا، بس انت ما حدش يعرفك ولا حد شافك مشكله. بتحط نفسك ليه في موضوع مش موضوعك، وبتدخل نفسك ليه في موضوع انت مالكش علاقه بيه، وبتاخد ذنب 30 مليون واحد واكتر من 30 مليون واحد، لان احنا شعب. فكون انت تقول صراحه كذا جمهور الاهلي، فانت كده بتشتم فرد من جمهور الاهلي، فشوف انت خدت جمهور ذنب. الاهلي ابن كذا. اه انت دخلت نفسك اصلا في قصه، مش دخلت نفسك مش مع قصتك. ناس حرفيا، يعني للاسف اقول الكلمه دي وانا ما بحبهاش، الجمهور الاهلي ما بيرحمش. فانت هتروح هتمشي في مكان، هتمشي في شارع، هتفتح سوشيال ميديا، هتشوف اي حد حرفيا لازم مليون في المية لازم حد يرد لك الشتيمه، لازم هتشوف الاساءه باساءه للاسف، وده غلط. بس انت دخلت نفسك في قصه وحوارات انت مش قدها بجد. ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه دي مش قصتك اصلا، انت الموضوع بره عنك اصلا، انت ما لعبتش اصلا في المباراه. بتشتم ليه؟ حتى لو الجمهور عمل حاجه غلط لازم ده يشتغل الاول دينيا قبل ما يبقى في الواقع. يعني انت كدين اللي انت عملته ده حرام، حرام صرف. فانت يا مروان عملت غلط كبير جدا، انت سبيت وشتمت 30 مليون واحد. حتى لو طلعت اعتذرت وكل حاجه، بس عمر ما الجماهير هتنسى لك ده. وانت بتجيب لنفسك كده الشتيمه، يعني انت عارف 100% ومتاكد ان الاقليه اللي اتكلمنا عليها من شويه دي هتطلع الماتش الجاي وتشتمك، وممكن تشتم والدتك. فانت جبت شتيمه كده لاهلك، وجبت شتيمه لوالدتك، وجبت شتيمه لكل الناس اللي انت تعرفهم، وجبت شتيمه لنفسك. دخلت نفسك في موضوع مش موضوعك، ورميت نفسك في التهلكه زي ما بيقولوا. ف رساله مروان حمدي، انت وكل اللعيبه ما تدخلش نفسك في مواضيع مش مواضيعك. لو سمعت جماهير الاهلي بتشتم حد من زمايلك، ما تكررش الغلط بغلط من تاني. فانت كده يا مروان خدت ذنب كل واحد انت شتمته، زي ما جماهير الاهلي خدت ذنب الشيبي. كل واحد من جماهير الاهلي سب وشتم والده الشيبي، فخد ذنب امه. فانت برضو خدت نفس الذنب، فالاثنين نفس العلاقه ببعض. ليه دايما بنخوض في الاعراض؟ وليه دايما بندخل الام في لعبه في الاول في الاخر ملهاش اي علاقه باي حاجه، وملهاش علاقه بالامهات ولا لها علاقه بخوض الاعراض والاهالي؟ وشتم الاهالي من كبائر الذنوب، وده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني في حد بيشتم، حد بيشتم ابوه وامه؟ في حد بيجي يشتم ابوه طبعا ما وامه؟ كناش يعرفوا في الزمن اللي احنا فيه ده ان الموضوع بقى عادي جدا. وقال رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه. يعني انا اسب ابو واحد فيسب ابويا، تمام، ويسب امه فيسب امه. يعني انا اسب والدته فهو يسب والدتي. فالموضوع هيبقى متبادل، انا هشتم ابوه فهيشتم ابويا، انا هشتم امه فهيشتم امي. الموضوع متبادل. الموضوع رقم 3، بلاش ننسى احمد رفعت الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويجعل مسؤول الجنه ان شاء الله. بلاش الايام كل تنسينا. امواتنا واموات الناس كلها. اللهم امين يا رب. بلاش الناس تنسينا، بلاش الايام للاسف ان هي بتجري تنسينا واقعه زي واقعه احمد رفعت. لازم الناس تتعظ، لازم الناس تخلي بالها من كلامها، لازم الناس تحرس لسانها. بلاش، في النهايه دي لعبه، في النهايه دي رياضه، احنا كلنا بنتفرج على الكوره عشان خاطر احنا عايزين نستمتع. في الاول وفي الاخر دي متعه، ولا انا هاخد حاجه منها ولا هم هياخدوا، ولا الناس اللي بتشتغل اصلا لعيبه الكوره دي ده شغلهم الاساسي والله ولا هياخدوا حاجه منها. مش هتستفاد حاجه لما تسب ولا تشتم لاعب، ولا اللاعب يشتم جمهور ولا كتيبه كامله. عارفين ان الجمهور ده ليهم وليهم اب وليهم اهلي وليهم اهالي بيتفرجوا على الماتش بيتفرجوا وبيتابعوا كوره. طب وليه انت بتجيب لنفسك الشتيمه وفي نفس الوقت شتمت وخدت في اعراض اللي قدامك؟ وخدت زي ما انت مش هتقبل ان حد يخوض في اعراضك، بلاش تخوض في اعراض حد. خلي الناس تتعظ من احمد رفعت. والله البني ادم نفس داخل ونفس خارج، والله البني ادم ما ليه اي قيمه. والله احنا في الدنيا دي ما الا ناس جايين فتره قصيره جدا وماشيين تاني
فبلاش الفتره اللي انت قاعدها في الدنيا بلاش تبقى ذنب عليك، وبلاش انها تبقى سبب في دخولك النار والعياذ بالله. بلاش الناس تنسى احمد رفعت، في الاول وفي الاخر ده شاب كان بيلعب كوره، وفي لحظه اتاخد من وسطنا. بلاش اللحظه اللي انت هتتاخد فيها من الدنيا بلاش تبقى واقف فيها على ذنب، وبلاش تشيل ذنب اهل، ولا بلاش تشيل ذنب ولا تاخد في عرض اي حد. اوعى تنسى احمد رفعت رحمه الله عليه. في نهايه الحلقه، ليه ندخل شتيمه الاهل وخصوصا الام في الكوره؟ وده كان عنوان حلقتنا النهارده. يا ريت تكونوا استمتعتوا بالحلقه، ويا ريت نكون اتمنى نكون وصلنا رساله ووصلنا فكره كنا عايزين نوصلها لناس كتير. ليه دايما بندخل شتيمه الام في الكوره؟ وغير الكوره ما تدخلش شتيمه الام خصوصا وبرده الاهل في اي حاجه في الدنيا. بلاش تبقى حاجه سهله على لسانك، بلاش ما تبقاش حاجه هينه كده بالطريقه دي، عشان ذنوبها كبيره جدا عند ربنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه، واستنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله عن النادي الاهلي واي حاجه ليها علاقه بالكوره. شكرا جدا ليكم، واستنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه، والسلام عليكم.